اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناة. يلا بينا النهاردة الفيديو صراحة يعني هو مش عندي، بس حبيت ان انا اعمل لحضراتكم المقدمة عشان ما فيهوش مقدمة. فيلا بينا نبدأ الفيديو كده، بس ما تنسوش اللايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة الاول قبل ما تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. انا قناتي عبارة عن مشتريات، بقول لكم اسعار السوق النهاردة، بعرفكم اسعار الخضار، بعمل لكم جولات في السوق، بعمل لكم في جولة في اي مكان يعتبر انا بروح لو عرفت ان انا اصور فيه. بعمل ميزانيات، بس زي ما قلت لكم موقفاها حاليا بسبب الاسعار الغريبة اللي احنا عايشين فيها ديت. ربنا يا رب يرفع عنا البلاء والولاء والوباء والغلاء يا رب العالمين، ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب ولا يدري يا رب العالمين، اللهم امين. فبعمل كمان ايه، بعمل منيوهات اكلات، اوقات بعمل يعني معايا فيديو بصراحة لاكلة كان كتير طلبها مني، فان شاء الله بامر الله انا مجهزاه، بس والله لسه في جزء كده محتاج ان انا اسجل فيه صوت، فلسه ما سجلتهوش وهنزله لحضراتكم قريب. اعذروني في الفترة دي ان انا مقصرة معاكم في الفيديوهات، غصب عني والله العظيم، عندي ظروف ما، اللهم لك الحمد على كل حال. وكمان يعني عارفين اللي هو ايه، يلا الحمد لله كملت ان النت عندي كل شويه بيفصل، اللهم لك الحمد. يمكن مش هقول اسوأ شركه اتعاملت معاها، على قد ما هقول اللي هو يعني انا بصراحه ما بعرفش اسكت عن يعني عارفين لما بيبقى ليا حق عند حاجه عند حد، انا بسكتش عنه. غير بقى ان هو ايه، يعني عارفين اتصلت عملت شكاوى كتير بسبب النت اللي فصل. كان في مشكله، المفروض ان هي لو شركه محترمه، لو شركة ليها قيمة وقامة زي ما هي معروف اسمها، بدون ذكر أسماء شركات، إن هي المشكلة تتحل خلال يوم بالكتير وبيتم التعويض عنها. إن المشكلة كانت عندي من يوم الأربع لغاية يوم السبت، يوم الجمعة بالليل او يوم السبت تقريبا، والله مش فاكره اليوم. هي النت رجع كام ساعه ورجع فصل تاني. بس انا قدمت شكوى وبعتولي تعويض داتا على الموبايل، هو ده اللي بفتح منه نت. بس برضك يعني عارفين اللي هو لا، طب انا حقي فين؟ طب انا وغير ان النت بيخلص من نص الشهر من غير ما استعمله اصلا. ففي كده لعب كتير او لعب شويه، غير ان النت بعد ما رجع عمال كل شويه بيفصل. فيعني ايه، خلينا كده محتسبينه عند ربنا، وان شاء الله خير بامر الله تعالى. بس يعني في كده ان شاء الله فيديو هنزله لحضراتكم، بس مش عارفه بصراحه امتى، اعذروني بس الفتره دي كده تعدي على خير عندي يا رب ان شاء الله. ربنا يسهل للناس كلها امورها ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب. عرفت النهارده ان اسعار السمك، السمك ايه، لا اسفه، لا السمك بدأ انه يرخص شوية. كان اخر مرة سأل عليه ب56، الكبير ما شاء الله اللي حجمه حلو كبير، والصغير عنه هتلاقيه ب50 53 في الحدود دي. الفراخ اللي ب76 جنيه، دي اللي مش عارفين الواحد رايح بيها لحد فين بصراحة. حاسة ان هو كان عارفين ده كله مترتب له، مش عارفة يعني، حاسة ان في استهداف من ده كله، انا معرفش ايه الهدف منه. بس انا احساسي كده من وقت ما بدأوا ان هم يموتوا الكتاكيت، وهم عارفين ومتأكدين انها هتحصل ازمة، وبرضو مع ذلك قتلوا الكتاكيت بسبب ان قال في ازمة علف. وبعدين بعد كده طبعا الفراخ الانتاج الجديد هيبقى غالي وبيغلي على الشعب، والناس مش يعني الناس مش مستحملة. فالله المستعان، ربنا يعين الجميع يا رب ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب. طولت عليكم في المقدمة، اعذروني. يلا بينا، بحبكم في الله. خلونا بقى ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال، واجعل لينا يا رب من بعدينا اللي يدعو لينا ويذكرنا بالدعاء وبالسيرة الطيبة والخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس هسيبكم بقى في الفيديو، واتمنى يعجبكم يا رب، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، مع السلامة. ده كان بقى الفيديو عند والدي، الله يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه. كان انواع السمك، تعالوا اقول لكم بقى الاسعار. ده المكاريل الاصلي، الكيلو عامل تقريبا 75 73 حاجه زي كده، والله مش متذكره قوي. ده بقى البلطي ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا يا رب عليهم. كان الكبير دوت اللهم بارك ب57 جنيه. بس لذيذ جدا يعني، انا بعشق من عشاق الاسماك عموما يعني. ده بقى السردين بقى اللي انا بعشقه، بس مخلل
مخلل يعني. بصوا خللوه بقى وغرقوني في قلب الحاجه ديت. السردين ده عامل 45 جنيه. الناس اللي بيبقى دوت هنعمله صينيه، وفي منه يعني اللي بروسه هنخلله، اللي متشال ده متنضف دوت هيتعمل صينيه ان شاء الله بامر الله بقى، بالزيت والليمون والثوم والكمون والحركات دي كلها. يعني الناس اللي بتستغل اللهم صل على النبي الاسماك التانية تقدر تجيب السردين او البسارية، فظيعة جدا البسارية في القلية على فكرة. الخيار دوت عشان طبعا لزوم السلطة، الكيلو ونص ب10. بس اللي هو البلدي الصغير المسكر دوت، فاهمين ان انتوا طبعا يعني ريحته فظيعة لوحدها. ده فول للتدميس، ودوت صابون للوش جوي. الفول للتدميس هو ارخص واوفر حاجة اليومين دول، لان الفول يعني اقل حاجة 5 جنيه، وما بيبقوا يعني عارفين طبق صغير، فصعب ان كل يوم نجيب ب5 جنيه فول. دي طماطم. الطماطم ديت ما شاء الله حلوة، تقدري تستغلي الوقت في ان انت كل يوم، وانت يعني مش كل يوم، كل يوم كل اسبوع مثلا كيلو ونص طماطم، 2 كيلو مستوية شوية وتعمليها صلصة لرمضان، الكيلو ونص دي ب10. ودي خضرة ونعناع بقى عشان بعد السمك بيبقى نعناع. بس فدي بقى كانت المشتريات بتاعة النهاردة. فأتمنى يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عجباكم. وزي ما قلت لحضراتكم في أول الفيديو، بعتذر عن تأثيري في تنزيل الفيديوهات، والله ظروف ما، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد على كل حال يا رب. ده كده كان فيديو النهاردة. ثانية واحدة سون. ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يعجبكم يا رب، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وعايزة أطمنكم على الكيكة، الحمد لله طلع جنب عيلي وجنب واتس، اللهم لك الحمد. بس طعمها كان حلو جدا يعني، اللهم لك الحمد على كل حاجة في حياتنا. اللهم لك الحمد على السراء والضراء وعلى كل حاجة، لان الحمد لله يعني ربنا ما بيديش لحد حاجة وحشة ابدا. عايزة اقول لكم السمك ده بس يعني رهيب في الصينية مع شوية الخضار بقى، الطماطم والبصل والليمون والخل بقى، وبصوا بيبقى جامد. انا بعشقه بصراحة صينية جدا، بنسى نفسي وانا باكله صينية بصراحة يعني. بس كان فيديو النهاردة، مع السلامة.